السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ الكحيانين. النهاردة هنخلل كيلو لفت بأسهل طريقة وناكله بعد 3 أيام أو 4 أيام على أقصى تقدير. معانا كيلو لفت، معانا بولة فيها مية مغلية ومبردة عشان ما يريمش اللفت مننا. معانا حتتين بنجر هنرميهم في المية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ومعانا معلقتين ملح كبار عشان احنا عاوزينه دلع. تمام، معانا البطرمان بتاعنا. تمام، لو احنا عاوزين نحدقه ممكن نزود. ادي الحكايه بسيطه خالص. هنقطع اللفت ونحطه في البوله بتاعتنا ونسيبه 5 دقايق. تمام، وبعد كده نحطه في البطرمان ونقفل البطرمان كويس. وبعد 3 ايام 4 ايام على اقصى تقدير كلوا احلى لفت وبالهنا والشفا. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. مطبخ الكحيانين. ورجعنا لكم بعد ما قطعنا اللفت قطع صغيره زي ما انتم شايفين، وهنحطها في البوله بتاعتنا اهي. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. مطبخ الكحيانين حاجه سهله خالص ولا محتاجه تعقيد ولا حاجه. كيلو لفت ب2 جنيه ونص. خلصنا الكميه كلها وننزل بالملح بتاعنا ونقلبه حتى بايدينا اهي. البنجر ابتدى يطبع فيه اهو. نسيبه ربع ساعه يتشرب بس وياخد هوا ونحطه في البطرمان. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. مطبخ الكحيانين. وبعد ما سيبنا الخليط بتاعنا حوالي ربع ساعه او نص ساعه، معانا معلقه سكر. معلقه السكر دي حافظه، ماده حافظه عشان البنجر ما يريمش في البطرمان بتاعنا ولا يطلع ريحه وحشه. نخلطها في الخليط بتاعنا ونعبي الكميه بتاعتنا في البطرمان بتاعنا وبالهنا والشفا بعد 3 ايام او 4 ايام على اقصى تقدير. واخيرا عبينا الكميه بتاعتنا وبالهنا والشفا بعد 4 ايام او 5 ايام. لفت البرسيم بأسهل طريقه للتخليل. اوعوا تنسوا اللايك والشير على مطبخ الكحيانين.